هذا هو الفيديو الأول في وحدة الأعداد المركبة. وش شفنا فيه؟ شفنا فيه 3 دروس في هذه الوحدة، اللي هي تعريف الأعداد المركبة والعمليات عليها، مرافق العدد المركب تفسيره الهندسي وخواصه، وشفنا أيضا لاحقة شعاع ولاحقة مرجح. هذا الفيديو فيه أساسيات الوحدة، أمور بسيطة جدا في غاية البساطة، ولكن هي كل شيء من بعد راح نبنيه عليها. إذا لازم تركز معه جيدا وتفهمه بشكل جيد وتلخصه وتكتب كل شيء اللي كتبناه. بسم الله تلاميذنا، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله نبدأ على بركة الله وحدة جديدة اللي هي وحدة الأعداد المركبة بالنسبة لجميع الشعب العلمية. هذه الوحدة بإذن الله في نهاية هذه السلسلة جميع واحد شاهدها معنا من البداية للنهاية راح يخرج متمكن منها. راح نخدموها كيما موالفين، نهزوا الدروس، نقسموهم الوحدة هذه نقسموها إلى مجموعة من الدروس، كل درس نفهموه من الناحية النظرية ونهزوا عليه تطبيق في نهايته، ومن بعد إن شاء الله كي نخلصوا نهزوا مجموعة من التمارين الشاملة. إذا أول درس راح نشوفوا فيه تعريف الأعداد المركبة، وش هي الأعداد المركبة، وش هي العمليات عليها، جمع عددين مركبين، ضرب عددين مركبين وغيرها. إذا الآن قبل ما نبدأ في الدرس ونقرأ التعريف والملاحظات وكذا، حابين نفهموا الأعداد المركبة منين جات، يعني كيفاش اكتشفوا النهار الاول الاعداد المركبه، ولا منين جاتهم الفكره. صح، كتمهيد بسيط نقدروا نمدوا هذا التمهيد. شوف، عندنا معادله مثلا من الدرجه الثانيه، x مربع زائد 2x زائد 2 تساوي 0. هذه المعادله من الدرجه الثانيه. باش نحلوها لازم نحسبوا دلتا المميز. دلتا المميز ب مربع ناقص 4 اسي راح تلقاه يساوي ناقص 4. مولفين حنا نقولوا باللي هذه المعادلة لا تقبل حلولا، بصح هذه الإجابة غير دقيقة. لازم نقولوا باللي هذه المعادلة لا تقبل حلولا في R، في مجموعة الأعداد الحقيقية. صح، لازم تدير في بالك الآن انت من خلال الإجابة هذه كأنك راك تقول كما كنا نقولوا في الابتدائي لا نستطيع. في الابتدائي مثلا لو كنت تسأل أي تلميذ تقول له 3 ناقص 2 راح يقول لك تساوي 1. بالصح لو كان تقول له 2 ناقص 3 راح يقول لك لا نستطيع. علاش لا يستطيع؟ لأنه هو يعرف فقط مجموعة الأعداد الطبيعية ما يعرفش مجموعة الأعداد الصحيحة زد. نفس الأمر تماما، أنت راك تقول هذه المعادلة لا تقبل حلولا في R لأنك تعرف فقط مجموعة الأعداد الحقيقية R، ما تعرفش مجموعة أوسع منها راح نتعرفوا عليها. صح، لازم نفهموا الإشكال لماذا أصلا هذه المعادلة لا تقبل حلولا في R. لأنه الحلول لو كان يكونوا موجودين راح يكونوا بهذا الشكل، ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2A، هذا الحل الأول. والحل الثاني يكون ناقص ب زائد جذر دلتا على 2A. صح، أين هو الإشكال؟ الإشكال أنه دلتا لما يكون سالب ما يقدرش يدخل داخل الجذر. إذن هذا هو الإشكال. صح، هنا علماء الرياضيات فكروا قال لك كيفاش نقدر نتخلص من المشكل هذا. إذا أنا حاب نحسب جذر دلتا بالنسبة ل4 ما كاين حتى إشكال. الإشكال هو في الناقص هذه. إذا ناقص 4 هذه كيفاش نقدر نكتبها؟ نقدر نكتبها ناقص 1 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 4. إذا 4 ما عندي حتى إشكال، تقدر تدخل داخل الجذر. إذا الإشكال في ناقص 1. الفكرة وش هي؟ قال لك نتخيل وجود عدد. إذا نتخيلوا فقط أنه هناك عدد، وجود عدد اسمه إي، نرمزوا له بإي، اسمه العدد التخيلي نرمزوا له بإي. صح، العدد هذا وش يحقق؟ مربعه يساوي ناقص 1. إذا فقط نتخيل وجود عدد مربعه يساوي ناقص 1. صح، من خلال هذا التخيل ناقص 1 كيفاش راح نكتبوها؟ راح نكتبوها إي مربع، يعني راح تولي لنا 4 إي مربع. في الحقيقة لا يوجد عدد مربعه يساوي ناقص 1 في مجموعة الأعداد الحقيقية. ما كانش عدد كي نربعه يمد لنا ناقص 1، ولكن احنا تخيلناه فقط باش نتخلصوا من هذا الإشكال. لاحظ جذر دلتا الآن، دلتا أصبح يساوي 4 إي مربع، يعني جذره هو جذر 4 إي مربع. 4 كي تخرج خارج الجذر راح تولي 2 إي مربع، جذرها هو إي.
وبالتالي دلتا اللي كان لا يقبل جذرا بهذا التخيل أصبح يقبل جذرا. صح، كيفاش دروك الحلول؟ هل موجودين؟ نعم، لأنه جذر دلتا موجود وبالتالي المشكل تنحى. صح، ناقص بي، إذا البي هي ناقص 2 ناقص جذر دلتا. جذر دلتا اتفقنا باللي هو 2 إي على 2. هنا تقسم على 2 تقسم على 2، إذا تخرج لك ناقص 1 ناقص إي. هذا بالنسبة للحل الأول. بالنسبة للحل الثاني راح يبقى نفسه تماما، تعوض ناقص بي تعوض جذر دلتا تعوض 2 يعني الناقص فقط هذه راح تولي زائد، يعني تولي ناقص 1 زائد إي. إذا هذه المعادلة تقبل حلين، وبالفعل لو كان تكتب في الكازيو تكتب هذه المعادلة ما راح تقول لك لا نستطيع هي، راح تخرج لك حلين، تخرج لك هي ناقص 1 ناقص إي وناقص 1 زائد إي. الآن هذه الأعداد تسمى أعداد مركبة. علاش تسمى أعداد مركبة؟ لأنه شوف الأعداد اللي مرفين يتعاملوا معها هي عدد واحد، جزء واحد، كاين 2 كاين 3 كاين 5 15 ناقص 20. بصح هذه الأعداد مركبة من جزئين، فيها الجزء اللي ما راهش مضروب في الإي وفيها جزء مضروب في إي، لأنه هنا راه موجودة 1 مضروبة في إي كما كانت في البداية، ناقص 2 مضروبة في إي. إذا هذه تسمى أعداد مركبة لأنها مركبة من جزئين. الجزء هذا يسمى جزء حقيقي والجزء هذا يسمى جزء تخيلي. يعني خلاصة التمهيد النظري هذا كله وش هو التعريف نسمي عددا مركبا كل عدد يكتب من الشكل زاد، إذا الأعداد المركبة نرمز لها زاد، يساوي x زائد y. يعني على سبيل المثال مثلا 2 زائد 3i هو عدد مركب. في هذا الحالة x هو 2 و y يساوي 3. حيث ماذا؟ حيث x و y هذا وش هما؟ عددان حقيقيان، يعني x و y يقدروا يديو كل القيم الحقيقية. وملاحظة مهمة جدا، ال وش هو العدد التخيلي حيث مربعه يساوي ناقص 1. إذا باختصار شديد هذا هو تعريف العدد المركب. كان بالإمكان أن نعطي لك مباشرة نقول لك العدد المركب هو كل عدد يكتب من الشكل x زائد y حيث e مربع يساوي ناقص 1، ولكن بالتمهيد هذا ربما رانا فهمنا مليح منين جات الأعداد المركبة وعلاش كتبوها بهذا الشكل وعلاش فرضوا باللي e مربع يساوي ناقص 1. صح. إذا الآن بما أنه هذا هو أول درس في الوحدة، إذا تقدر تقول راح نبدو المصطلحات كما في الاحتمالات، مثلا بدينا حادثة عكسية تجربة كذا، كذلك في هذا الدرس راح نبدو أكثر شيء مصطلحات لأنه هو أول درس. صح. ملاحظات. الملاحظة الأولى، نرمز إلى مجموعة الأعداد المركبة ب، نرمز لها هكذا سي ونديروا الخط هذا تاع المجموعات كما ار مجموعة الأعداد الحقيقية ريال نرمزوا لها ار ونزيدوا لها ار تاع المجموعة. هنا سي لأنه الأعداد المركبة اسمها كومبلكس باللغة الفرنسية، مركب كومبلكس، ونزيدوا لها الخط هذا تاع المجموعة. صح. اكس هذا قلنا يسمى ماذا؟ العدد اكس يسمى الجزء الحقيقي، يعني اللي ما راهش مضروب في اي يسمى الجزء الحقيقي للعدد المركب زاد، ونرمز له بالرمز تاعو شي هو ار او زد، الجزء الحقيقي لزد، بارتي ريال دو زد، الجزء الحقيقي لزد، نرمزوا له ار او زد. العدد y يسمى ماذا؟ يسمى الجزء التخيلي للعدد المركب زد، ونرمز له بالرمز اي ام زد، الجزء التخيلي تاع زد، بارتي ايماجينير دو زد. مثلا 2 زائد 3 2 ناقص 3 اي، جزءه الحقيقي هو 2، والعدد اللي راه مضروب في الاي اللي هو ناقص 3 نقولوا له جزء تخيلي، وليس ناقص 3 اي، لا، فقط ناقص 3 يسمى الجزء التخيلي. الان راح نفرضوا لو كان ينعدم اكس، بما انه قلنا حقيقي يقدر ينعدم، واي ثاني لو كان ينعدم واش راح يصير؟ شوف، اذا كان اكس يساوي 0 مثلا، العدد نتاعنا مكتوب من الشكل 0 زائد 3 اي، يعني نكتبوه مباشره 3 اي. لاحظ الان لما ينعدم الاكس ماذا يحدث؟ لما ينعدم الجزء الحقيقي واش راح يصير؟ راح يبقى لنا الجزء التخيلي فقط. في هذه الحالة نقول أن زاد، نسميه زاد في هذه الحالة، نقول زاد عدد تخيلي صرف، عدد تخيلي صرف، أو عدد تخيلي محض، أو عدد تخيلي بحت،
وش معناهم هذو صرف ومحض وكذا؟ كي تقول عدد تخيلي صرف معناتها فيه فقط الجزء التخيلي، يعني ما فيهش الجزء الحقيقي. وهذه الملاحظات نحتاجوها من بعد كثيرا في التمارين الشامله، لانه قادر تحقرها الان تقول لي امور بسيطه، بصح من بعد راح يقول لك عين مجموعه النقط كذا حتى يكون هذا العدد تخيليا صرفا. انت لازم تعرف واش معناتها تخيلي صرف، معناتها ان جزءه الحقيقي معدوم. الان لو كان اللي صار العكس، لو كان ينعدم إيكغيك، يعني ينعدم الجزء التخيلي، في هذه الحالة راح يبقى لنا إكس برك، وبالتالي تروح إي، إذا ايش يبقى لنا؟ يبقى لنا عدد حقيقي، الأعداد الحقيقية اللي كنا نتعاملوا معها. إذا كان عدم الجزء التخيلي نقول أن زاد عدد حقيقي، وما نقولوش عدد حقيقي صرف، لأنه الأعداد اللي كنا نتعاملوا معها اسمها أعداد حقيقية. كي يختفي الإي معناتها رجعنا الآر اللي كنا نخدموا فيها الدوال وغيرها. صح، هذه الكتابة زاد تساوي إكس زائد إي إيكغيك عندها تسمية، تسمى الكتابة الجبرية أو تسمى الشكل الجبري. إذن تسمى الشكل الجبري للعدد المركب زاد. إذن هذه الكتابة 2 زائد 3 إي إكس زائد إي إيكغيك تسمى الشكل الجبري لزاد. علاش نسميوها بهذا الشكل كتابة جبرية؟ لأنه بعد العدد المركب نوليو نقدروا في الدروس القادمة لما نقدموا شوي في الوحدة نوليو هذا العدد مثلا نقدروا نكتبوه بثلاثة كتابات بثلاثة صيغ. هو نفس العدد صح نقدروا نكتبوه بثلاثة طرق. الكتابة الأولى تسمى الكتابة الجبرية وهي السهلة فيهم إكس زائد إي إيكغيك. الكتابة الثانية تسمى الكتابة المثلثية فيها الكوسينيس والسينيس، امور بسيطه جدا باذن الله كي نلحقوا لها راح نوصلوا لها. والكتابه الثالثه تسمى الكتابه الاسيه فيها الداله الاسيه. اذا هذا هو باختصار شديد تعريف الاعداد المركبه. الان نمر الى العنصر الثاني في هذا الدرس. اذا بعد ما تعرفنا على تعريف الاعداد المركبه راح نروح للعنصر الثاني في هذا الدرس في غايه البساطه اللي هو التمثيل الهندسي لعدد مركب. كل عدد مركب نمثلوه بنقطة في المعلم المتعامد والمتجانس. إذن في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مركزه مبدأه O، شعاع OE، شعاع OG، شعاعي الوحدة عادي. بكل عدد مركب زاد يساوي X زائد إي إيكغيك نرفق النقطة ذات الإحداثيتين X إيكغيك. يعني كل عدد مركب مثلا زاد يساوي 1 زائد 2 نمثلوه بنقطة في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، نمثلوه بنقطة الإحداثية تاعها هما إكس إيكغيك، يعني 1 2 باختصار شديد. يعني مثلا في هذا الحالة نقطة أم فاصلتها 1 وترتيبتها 2، إذا راح تتحط هنا. صح، تسميات فقط لازم نكونوا نعرفوهم لأنه نحتاجوهم فيما بعد. زاد ولا نقطة أم تسمى صورة العدد المركب زاد، يعني هي تمثيله في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. زاد إذا كان حبينا نقول زاد يسمى لاحقة النقطة أم. يعني عندنا العدد المركب هذا وعندنا النقطة هذا. النقطة أم نقولوا عليها بلي هي صورة العدد زاد، والعدد المركب زاد نقولوا عليه بلي هو لاحقة النقطة أم. أيضا نقدر نخدموا بالنقاط ونقدر نخدموا بالأشعة، لأنه دائما خاصة نحن نحتاجوها في الدروس القادمة. هنا عندنا نقدروا نشكلوا ديما من أجل أي نقطة نقدروا نشكلوا الشعاع أو أم. يعني كي نحكيو على النقطة أم رانا نحكيو أيضا على الشعاع أو أم. يعني نفس الكلام اللي قلناه تماما بالنسبة للنقطة نقدروا نقولوه بالنسبة للشعاع. يعني هنا نقدروا نقولوا أيضا أن الشعاع، هذه تسميات فقط لازم نعرفوها لأنه نحتاجوها في الدروس القادمة. نقدروا نقولوا أن الشعاع أو أم هو صورة العدد المركب زاد. كذلك نقدر نقول أن العدد المركب زاد هو لاحقة الشعاع أو. إذن هذا باختصار شديد التمثيل الهندسي لعدد مركب. الآن روحوا إلى العنصر الثاني، هو أيضا بسيط ولكن نحتاجه كثيرا في هذه الوحدة، اللي هو العمليات على الأعداد المركبة. زاد وزاد فتحة عددان مركبان، حيث زاد يساوي إكس زائد إي إيكغيك، وزاد فتحة عدد آخر جزءه الحقيقي إكس فتحة، وإيكغيك فتحة أعداد حقيقية كلها. صح، السؤال الآن هل السؤال بالنسبة إلى
بالنسبة إلى مثلا لو كان نحتاجوا جمع العددين المركبين، هل راح نخدموا بنفس الطريقة ولا عملية الجمع في مجموعة الأعداد المركبة ماهيش نفسها في مجموعة الأعداد الحقيقية؟ لا، عندنا تعريف ركز مليح، زاد زائد زاد فتحة، زاد قلنا هو إكس زائد إي إيكغيك زائد إكس فتحة زائد إي إيكغيك فتحة، هذا هو الجمع نتاعها. الآن واش تقول لنا القاعدة هذه؟ تعريف تاع عملية جمع في الأعداد المركبة تقول لك باختصار شديد اجمع الأجزاء الحقيقية مع بعضهم واجمع الأجزاء التخيلية مع بعضها، يعني كأنه راح نقولوا بلي خرجوا إي عامل مشترك يبقى لنا إي إيكغيك زائد إيكغيك فتح، يعني فقط اجمع الأجزاء الحقيقية مع بعضهم والأجزاء التخيلية مع بعضها. صح. بالنسبة للجداء أيضا نقدر نقولوا نعرفوها من خلال مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني إكس زائد إي إيكغيك مضروبة في إكس فتحة زائد إي إيكغيك فتحة، يعني صح التعبير نقولوا راح ننشروا كما ننشروا في مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني راح تضرب إكس في الإكس فتحة، إذا عندك إكس في الإكس فتحة زائد إكس مضروب في إي في إيكغيك فتحة، يعني إي إكس إيكغيك فتحة زائد هنا إي مضروبة في إيكغيك إكس فتحة. ركز معنا جيدا، الآن عندنا إي إيكغيك مضروبة في إي إيكغيك فتحة، يعني الإي في الإي هي إي مربع، الإيكغيك مضروبة في الإيكغيك فتحة هي إيكغيك إيكغيك فتحة. دائما في هذه الوحدة الشيء اللي انطلقنا منه أن إي مربع دائما تساوي ناقص واحد. الآن إذا نحتوي مضروبة في ناقص واحد، الآن اجمع الأجزاء الحقيقية مع بعضهم والأجزاء التخيلية مع بعضهم، إذا إكس إكس فتحة ناقص إيكغيك إيكغيك فتحة زائد هنا تقدر تخرج الإي إن صح تعبير عام مشترك، يعني كيما شفنا في الجمع تجمع الأجزاء التخيلية مع بعضها، يعني إكس إيكغيك فتحة زائد إيكغيك إكس فتحة. هنا باختصار شديد الشيء اللي نستنتجوه من هذا التعريف تاع العمليات على مجموعة الأعداد المركبة، كي يكون عندك جمع عددين مركبين نجمعهم عادي، الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. بالنسبة للجداء اخدم عادي، اضرب العددين المركبين بالطريقة هذه اللي كنا نعرفوها، وإي مربع أنت راك تعرفها باللي تساوي ناقص واحد. إذا الآن مع تطبيق حول هذا الدرس، تطبيق عموما بسيط الهدف منه فقط التعود على العمل مع الأعداد المركبة، يعني العمليات على الأعداد المركبة. أعطينا مجموعة من الأعداد المركبة قال نكتبهم على الشكل الجبري. لاحظ مثلا هذا العدد ليس مكتوبا على الشكل الجبري، هو جداء عددين مركبين، باش يكون من الشكل الجبري لازم يكون مكتوب من الشكل x زائد e y. إذن الفكرة وش هي؟ الفكرة أنه ننشر فقط أو نخدمه بتعريف اللي شفناه قبل قليل اللي هو جداء تاع الأعداد المركبة، يعني 3 زائد 4 اي مضروبة في 2 زائد 3 اي، قلنا كأنك في مجموعة الأعداد الحقيقية وراح تنشر فقط. إذا عندنا 3 في 2 إذا النتيجة تساوي 6، عندنا 3 في 3 اي إذا النتيجة 9 اي، عندنا 4 في 2 اي إذا النتيجة 8 اي، عندنا 4 في 3 هي 12، والاي في الاي هي اي مربع، والاي مربع قلنا ناقص واحد، إذا راح تولي لنا ناقص 12. إذا عندنا 6 ناقص 12 النتيجة ناقص 6، عندنا 9 اي زائد 8 اي إذا النتيجة 17 اي. إذا هكذا راح أصبح مكتوب من الشكل الجبري. علاش؟ لأنه من الشكل x زائد y، جزءه الحقيقي هو ناقص 6 وجزءه التخيلي هو 17. إذا هذا باختصار شديد العدد المركب اللي هو زاد 2 وش يساوي 1 زائد e لكل مربع. هنا أيضا نقدر نقولوا ننشروا وفق المتطابقة الشهيرة اللي نعرفوها في مجموعة الأعداد الحقيقية، لأنك يعني لو كان ندير 1 زائد e في 1 زائد e راح تلقى أيضا نفس النتيجة. إذا المربع الأول هو 1 مربع زائد مربع الثاني يعني e مربع يعني ناقص 1 زائد 2 في الواحد في الإي إذا 2 إي. إذا هنا إي مربع قلنا هي ناقص 1، 1 ناقص 1 النتيجة تساوي 0، إذا النتيجة تساوي ماذا؟ تساوي 2 إي. ولاحظ هنا باللي خرج لنا عدد تخيلي صرف. علاش؟ لأنه جزءه الحقيقي معدوم. صح. بالنسبة لزاد 3 عندنا جذر 3 زائد إي لكل مربع
ناقص جذر 3 ناقص إي لكل مربع. هنا بطبيعة الحال نقدر ننشر الأولى على أساس أنها متطابقة شهيرة، والثانية كيف كيف. ونقدر أيضا ننتبهوا أنه عندنا أ مربع ناقص ب مربع، يعني تولي لنا أ زائد ب في أ ناقص ب. الأ وشي هو جذر 3 زائد إي، والبي وشي هو جذر 3 ناقص إي، يعني راح تولي لنا جذر 3 زائد إي، هذه اللي هي أ، نقصوا منها بي، عفوا نزيدوا لها معليش في الأول نزيدوا لها بي، إذا تولي لنا زائد جذر 3 ناقص إي مضروبة في ماذا؟ إذا هذه أ زائد بي مضروبة في أ ناقص بي، يعني جذر 3 زائد إي، والبي سبقها بالناقص عكس لها إشارتها، إذا تولي ناقص جذر 3 زائد إي. هنا الإي راح تروح مع الإي، إذا تبقى لنا جذر 3 زائد جذر 3، نتيجة 2 جذر 3. هنا جذر 3 تروح مع ناقص جذر 3، تبقى لنا إي زائد إي، يعني 2 جذر 3 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 2 إي الحقيقي. إذا 2 في 2 راح تخرج لنا 4 جذر 3 إي. ولاحظ مرة أخرى باللي خرج لنا أيضا عدد تخيلي صرف. إذا هذا هو الدرس الأول في وحدة الأعداد المركبة. تعرفنا على وش هي الأعداد المركبة، منين جابوها، وهزينا كل المصطلحات اللي نحتاجهم في هذه الوحدة، وفي الأخير هزينا تطبيق بسيط فهمنا منه فكرة الكتابة الجبرية لعدد مركب. ومازلنا بطبيعة الحال هذا هو فقط تمهيد للوحدة. إذا الآن مع الدرس الثاني في هذه الوحدة اللي هو مرافق عدد مركب، مفهوم في غاية البساطة، ركزوا معاه مليح وراح نفهمه كل ما يتعلق به من الناحية النظرية ونهزوا تطبيق عليه، لأنه مازلنا رانا في الأساسيات تاع الوحدة. في الدروس الثلاثة الأولى هذه رانا كامل مازلنا في الأساسيات تاع الوحدة. إذا في الجزء الأول، الدرس الأول، اتفقنا أن العدد المركب هو كل عدد يكتب من الشكل زاد يساوي x زائد y. x و y عددان حقيقيان، x يسمى الجزء الحقيقي و y يسمى الجزء التخيلي. الآن راح نتعرفوا على مفهوم مهم جدا اللي هو مرافق عدد مركب. لاحظ هذه الكلمة، كلمة مرافق، تذكرنا بالمرافق في الأعداد الحقيقية، شفناها في الدوال لو كان تتذكروا، كنا دائما نقولوا باللي العدد a زائد b مرافقه هو ماذا؟ هو العدد a ناقص b. هنا تماما نفس الفكرة في الأعداد المركبة، العدد زاد يساوي x زائد y، نقولوا باللي مرافقه العدد الذي نرمز له بزد بار، مرافق زاد هو x ناقص y، يعني فقط نعكس إشارة الجزء التخيلي. تعريف: زاد عدد مركب حيث زاد يساوي x زائد y. نسمي مرافق العدد زاد العدد المركب الذي نرمز له بالرمز، قلنا رمز تاعه هو ماذا؟ هو زد بار، نقرأه زد بار أو مرافق زاد، حيث زد بار يساوي ماذا؟ يساوي x ناقص y. نهزوا أمثلة عددية. مثلا لو كان يكون عندنا العدد المركب زاد واحد يساوي 2 زائد 3i، مرافقه اللي هو زاد واحد بار نعكس له فقط الإشارة، إشارة الجزء التخيلي، يعني يولي 2 ناقص 3i. مثلا لو كان يكون عندنا العدد الآن زاد 2 بار، مثلا نقوله هو ناقص 3 ناقص 4i. لو كان نحبوا نجيبوا مرافقه واش نديروا؟ نعكسوا فقط إشارة الجزء التخيلي، يعني كانت ناقص 4 تصبح زائد 4i، إذا تولي ناقص 3 زائد 4i. إذا هذا هو باختصار شديد تعريف المرافق. الآن أي أمر نتعلموه في الأعداد المركبة من ناحية الأعداد، يعني من ناحية الحساب، لازم نعرفوا وش هو تفسيره الهندسي، لأنه الأعداد المركبة هي نقدر نقولوا دمج بين الجانب تاع التحليل والجانب تاع الهندسة، يعني نحتاج فيها كثيرا جانب الهندسة. إذا الآن عندنا التفسير الهندسي لمرافق عدد مركب. في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس O مبدأه O، وشعاع الوحدة هو هذا الشعاع، هو الشعاع OE، وهو هذا الشعاع OG. ملاحظة فقط علاش ما نقولوش المعلم OEG كما مولفين في الدوال، فقط لأنه هنا الإي في وحدة العدد المركبة عندها معنى اللي هي العدد التخيلي. صح.
زاد عدد مركب صورته النقطة ام. اتفقنا في الدرس الأول بلي صورته النقطة ام معناتها هي النقطة ام هي التي تمثله في المعلم متعامد متجانس. صح. نهزو مثال. مثلا عندنا زاد يساوي 2 زائد 2 اي. صورته هي النقطة ام، قلنا ذات الإحداثيات اكس إيكغيك، يعني الفاصلة 2 والترتيبة 2. يعني كي نمثلوها في المعلم راح تخرج لنا هذه النقطة ام. الآن زد بار اللي هو مرافق زاد صورته النقطة ام فتحة. يعني زد بار في هذا المثال مثلا واش راح يخرج لنا 2 ناقص 2 اي، وبالتالي ام فتحة الإحداثية نتاعها اكس إيكغيك، يعني الإحداثية نتاعها 2 ناقص 2. لو كان نمثلوها الآن فاصلتها 2 وترتيبتها ناقص 2 هي هذه النقطة. السؤال الآن ما هي العلاقة بين ام وام فتحة؟ رانا نلاحظوا باللي ام وام فتحة متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل. هذه القاعدة تصلح دائما. علاش؟ لأنه رانا عكسنا إشارة الجزء التخيلي، يعني عكسنا إشارة إيكغيك، يعني عكسنا إشارة الترتيبة. وكي نعكسوا إشارة الترتيبة ونحافظوا على إشارة الفاصلة معناتها هناك تناظر بالنسبة لمحور الفواصل. إذا دائما العدد والعدد المركب، النقطة التي تمثل النقطة صورة العدد والنقطة صورة العدد المركب دائما متناظرتان بالنسبة لمحور الفواصل. هذا هو التفسير الهندسي للمرافق. إذا ام وام فتحة متناظرتان بالنسبة إلى ماذا؟ إلى محور الفواصل. إذن هذا هو التفسير. الآن عندنا مجموعة من الخواص اللي نحتاجها بكثرة في الحساب وتتعلق بطبيعة الحال بالمرافق. ركز معنا. زاد 1 وزاد 2 عددان مركبان. الآن الخاصية الأولى زاد 1 زائد زاد 2 بار، يعني مرافق جمع عددين مركبين. نقدروا نحسبوا العددين المركبين المجموع نتاعهم الجمع نتاعهم هذا، ثم نديروا المرافق. ولكن إذا كان حبينا نخدموا بالخاصية، الخاصية قلنا هو مرافق العدد الأول زائد مرافق العدد الثاني. إذا هذه الخاصية الأولى. يكون عندك جمع عددين مركبين مرافقه هو مرافق الأول زائد مرافق الثاني. كي نقولوا الجمع دائما معناتها الطرح. أيضا عندنا الخاصية أيضا تصلح من أجل ماذا؟ من أجل جداء عددين مركبين. قلنا هي مرافق الأول مضروب في مرافق العدد الثاني. أيضا بالنسبة لقسمة عددين مركبين، يعني عندنا زاد 1 على زاد 2 الكل مرافق هنا مع الفرض. إذن مع فرض أن زاد 2 لا يساوي صفر، ماهوش العدد المركب المعدود لأنه راح نقسمه عليه. إذن هنا واش راح يولي؟ راح يولي لنا مرافق البسط على مرافق المقام. راك تلاحظ باللي الخواص كامل موجودة بالنسبة للمرافق في الجمع، في الطرح، في الجداء وفي القسمة. أخيرا الخاصية الرابعة هي لما يكون عندنا عدد مرفوع قوة آن مرافقه. بإمكاننا نحسب هذا العدد نرفعه قوة آن ثم نديروا له المرافق، ولكن بإمكاننا نخدمه بالخاصية. خاصية قلنا هي زاد 1 مرفوعة قوة آن. وهذا كامل البراهين تاعهم سهلة وبسيطة. ولكن كما نقول لكم دائما في اليوتيوب أنه نمدوا فقط الملخص النظري تاع الدرس مع شوية شرح، والأهم هو تطبيقات والتمارين شاملة في نهاية الوحدة. يعني في اليوتيوب ماناش مطالبين بالبراهين، بصح في القسم مليح الإنسان كي يتعود على البراهين لأنهم يكسبوه تفكير رياضي أوسع ويخليه يفهموا كل شيء نقرأوه في مادة الرياضيات. إذا هذا كل ما يتعلق بالمرافق من الناحية النظرية. الآن نهزوا تطبيق نشوفوا توظيف معين لتوظيفات المرافق عفوا. إذا ركزوا معنا في هذا التطبيق. إذا الآن مع تطبيق حول الدرس الثاني هذا اللي هو مرافق عدد مركب، راح نشوفوا توظيف من بين توظيفات المرافق. بطبيعة الحال التمارين شاملة في البكالوريا، ممكن نشوفوا توظيفات أخرى مثلا في مجموعات النقاط وغيرها. الآن قلنا اكتب على الشكل الجبري، وهذه أمور مازلنا ما لحقنا لهاش لأنه رانا في البداية فقط. اكتب على الشكل الجبري العددان المركبان التاليين. إذا عندنا عددين مركبين زاد 1 وزاد 2، قلنا اكتبهم على الشكل الجبري. ركز مليح مع زاد 1. زاد 1 ليس مكتوبا على الشكل الجبري. علاش؟ لأنه الشكل الجبري لازم يكون من الشكل x
زائد اي إيكغيك. لاحظ هنا الإشكال فيه وش هو؟ الإشكال أنه كاين الإي في المقام، لأنه لو كان جا ما كانش الإي في المقام نقولوا بلي راه مكتوب على الشكل جبري. يعني لو كان جا مثلا 5 زائد 3 إي على 4 هذا راه مكتوب على الشكل الجبري، لأنه ما كانش الإي في المقام. إذا نقدر برك نفصل البسط على المقام، نكتب 5 على 4 زائد 3 على 4 إي. إذا الإشكال وش هو؟ هو أنه الإي موجودة في المقام، لازم نتخلصوا منها. كيفاش نتخلصوا منها؟ نتخلصوا منها بالضرب في المرافق. علاش؟ لأنه لما نضربوا في المرافق راح تتربع الإي وبالتالي راح تختفي. إذا دائما لما يكون عندنا قسمة عددين مركبين ونحبوا نكتبوه على الشكل الجبري بإمكاننا أن نضرب في مرافق المقام، نضرب كل من البسط والمقام في مرافق المقام. مرافق المقام 1 ناقص 2 إي، مرافقه 1 زائد 2 إي. إذا 1 زائد 2 ضربنا، إذا لازم نقسمه. شوف الآن بالنسبة للبسط عندنا 5 في 1 إذا 5، 5 في 2 إي إذا 10 إي. صح. بالنسبة للمقام هنايا قاعدة نقدر نستنتجوها. شوف أنت راح تضرب زاد، يعني خاصية راح تضرب زاد في زاد بار. صح. زاد قلنا نعتبروه إكس زائد إي إيكغيك. زاد بار بالتالي هو إكس ناقص إي إيكغيك. حابين نشوفوا الخاصية في الحالة العامة لما نضربوا عدد في مرافقه ماذا يحدث. صح. تقدر تنظر لها على أساس أنها متطابقة شهيرة، وتقدر تنشر لأنه راه مكتوبة من الشكل A زائد B في A ناقص B. يعني وش راح تولي لنا؟ تولي لنا A مربع، يعني مربع الأول ناقص مربع الثاني. صح. إذا تولي لنا X مربع ناقص E مربع، وزعنا تربيع Y مربع. ذكر مرة أخرى الإي مربع دائما في هذه الوحدة الإي مربع هو ناقص 1 مضروب في الناقص تاع الفرق يصبح ماذا؟ يصبح زائد 1، يعني يصبح زائد إيكغيك مربع. إذا هذه خاصية تصلح دائما لما نضرب العدد في مرافقه، دائما النتيجة مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي. يعني هنا الجزء الحقيقي وش هو 1، والجزء التخيلي وش هو ناقص 2. بإمكانك توزع عاد تنشر عادي بالخاصية أو بالمتطابقة الشهيرة، بإمكانك تكون تعرف الخاصية. إذا مربع 1، إذا 1 مربع زائد مربع ناقص 2 الكل مربع. صح. شوف عندك 5 زائد 10 إي. هنا ناقص 2 مربع هي 4 تزيد لها 1 نتيجة 5. باش نوضحوه مليح بلي راه على الشكل الجبري نفصلوا البسط أو نقسموا البسط على المقام. 5 على 5 إذا النتيجة 1، 10 على 5 إذا النتيجة 2 إي. بالفعل راك تلاحظ الآن بلي أصبح مكتوب على الشكل الجبري جزءه الحقيقي هو 1، جزءه التخيلي هو 2. الآن وش هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أنك توقف الفيديو وتحاول لنا في زاد 2 تحاول تكتبه على الشكل الجبري زاد 2. إذا نخدموا احنا مع بعضنا. عندنا ناقص 4 ناقص 7 زائد 4 إي. في المقام واش كاين؟ كاين 4 ناقص 7 إي. إذا الإشكال دائما أنه في المقام، البسط ما كانش فيه مشكل لما يكون كاين الإي. إذا الإشكال راه في المقام. صح. في المقام كاين الإي لازم نتخلصوا منها، دائما الضرب في المرافق. إذا نضربوا في مرافق المقام فقط ونقسموا عليه. إذا راح تولي لنا 4 مرافق ناقص 7 إي. وش هي؟ مرافقه هو 7 زائد إي. كيف ضربنا؟ إذا لازم نضربوا في البسط وفي المقام. الآن انتبه مليح. بالنسبة للمقام قلنا عندنا خاصية مباشرة نقدر نطبقوها. عدد مركب مضروب في مرافقه معناتها الجزء الحقيقي مربع زائد الجزء التخيلي مربع. صح. إذا عندنا 4 مربع زائد ناقص 7 لكل مربع، تحسبهم فقط. عندك ناقص 7 في 4 اللي هي ناقص 28. عندك ناقص 7 في 7 إي. إذا تولي لنا ناقص 49 إي. عندك 4 إي، 4 إي مضروبة في 4 إذا عندنا النتيجة 16 إي. عندنا 4 إي، شوف عندنا 4 إي مضروبة في 7 إي. إذا 4 في 7 28 إي مربع. الإي في الإي إي مربع وهي ناقص 1. إذا ناقص 1 مضروبة في 28 إذا ناقص 28. إذا راح تولي لنا ناقص 28. صح. في البسط
الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي، إذا ناقص 56. عندك ناقص 49 إي وتزيد لها 16 إي، إذا النتيجة ناقص 33 إي. هنا عندنا 16 اللي هي 4 مربع، وراح نزيدوا لها ماذا؟ 49. إذا النتيجة شحال تساوي؟ تساوي 65. إذا النتيجة تساوي 65. الآن كما درنا نفصلوا البسط على المقام، إذا ناقص 56 على 65 هذا الجزء 65 عفوا هذا الجزء الحقيقي، والجزء التخيلي هو ناقص 33 على 65 إي. إذا هذا هو الدرس الثاني في هذه الوحدة اللي هو مرافق عدد مركب. شفنا كل ما يتعلق بالمرافق من الناحية النظرية وهزينا التطبيق، زدنا تمكنا مليح. إذا الآن نمر إلى ماذا؟ نمر إلى الدرس الثالث اللي في هذه الوحدة، أيضا حاجة من الأساسيات، أمور بسيطة جدا نفهمها وراح نتمكنوا منها. إذا الآن مع الجزء الثالث من هذا الفيديو الأول، مع الدرس الثالث في وحدة الأعداد المركبة، ومزلنا أيضا مع الأمور الأساسية في هذه الوحدة. هذا العنصر أو هذا الجزء بعنوان لاحقة شعاع ولاحقة مرجح، أمور في غاية البساطة ولكن راح نحتاجوها فيما بعد في التمارين الشاملة، وفي مثلا طبيعة الرباعيات، المربع، المعين، المستطيل وغير هذا كامل راهم جايين من بعد مع الوقت، ونحتاجهم أيضا في مجموعة النقط، ولكنها أمور بسيطة جدا. هذا الدرس خاصية المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو إي أو جي. عندنا A B C 3 نقط من المستوي، لواحقها هي زد A زد B زد C. ركز معايا مليح. مثلا في هذا المثال عندنا زد A زد B زد C، هي 3 أعداد مركبة وهي لواحق لهذه النقط. يعني في المعلم، في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، الآ إحداثية تاعها 2 3. قلنا في هذه الحالة نقولوا باللي هي صورة العدد المركب زد ونقولوا باللي العدد المركب زد هو لاحقة النقطة مثلا B هنا إحداثيتها 5 ناقص 4، نفس الملاحظات. C فاصلتها ناقص 1 وترتيبتها ناقص 2. صح. الآن حابين نعرفوا لاحقة مرجح، يعني وش هو العدد المركب اللي مثله المرجح. عفوا البداية راح نشوفوا لاحقة شعاع AB، يعني اللي نرمزوا له ماذا؟ اللي راح نرمزوا له زاد AB شعاع، يعني لاحقة شعاع AB، يعني وش هو العدد المركب اللي مثله الشعاع AB. وهنا أيضا نقول الشعاع AB هو صورة هذا العدد، نقول هذا العدد هو لاحقة شعاع AB. شوف التعريف في غاية البساطة، هو لاحقة النهاية ناقص لاحقة البداية، زد بي ناقص زد A اللي تخرج لنا هي لاحقة شعاع AB. يعني في المثال تاعنا هذا لو كان احتجنا لاحقة شعاع AB، يعني هي لاحقة نهاية الشعاع ناقص لاحقة بداية الشعاع. هنا مثلا لاحقة النهاية، لاحقة النقطة B هي 5 ناقص 4 إي، نقصوا منها لاحقة A اللي هي زد A يعني 2 زائد 3 إي. إذا الجزء الحقيقي ناقص الجزء الحقيقي، 5 ناقص 2 النتيجة 3، ناقص 4 إي ناقص 3 إي النتيجة ناقص 7 إي. إذا هذا هو العدد المركب اللي نسميه لاحقة الشعاع AB، يعني تمثيله من بعد في المعلم هو نفسه الشعاع AB، صورته في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد متجانس هي الشعاع AB. يعني قاعدة بسيطة جدا لازم فقط تكون تعرفها. الآن لاحقة جي اللي هو مرجح النقطة أو مرجح الجملة، A معاملها ألفا، B معاملها بيتا، و C معاملها جاما. ركز معايا مليح. المرجح هو من المفروض رانا قارينه في السنة الثانية، ولكن أي أمر يتعلق في هذه الوحدة بأمر من السنة الثانية راح نذكر به، يعني أي حاجة نحتاجوها من السنة الثانية راح نذكروا بها، فقط تبعنا خطوة بخطوة. إذا مثلا نعتبر جي هو مرجح للجملة المثقلة هذه. عندنا النقطة A ويرفقها بمعامل معين، نقولوا مثلا يرفقها بالمعامل 2، صح. البي نقولوا مثلا يرفقها بالمعامل 3، والسي يرفقها مثلا بالمعامل ناقص 2 على سبيل المثال، صح. المرجح في السنة الثانية من المفروض رانا فهمناه جيدا، وقلنا باللي مثلا في الواقع لما تكون المعاملات موجبة كلها، المرجح وش يمثل؟ مثلا تكون عندنا النقط A B
نقط A B C. كي نقولوا المعاملات 2 3 4 معناتها كأنه في الطبيعة راه الأ حطينا فيها الوزن مثلا 2 كيلوغرام مثلا من الوحدة، البي مثلا حطينا فيها الوزن 3، والسي حطينا فيها مثلا الوزن 4. وين لازم نحطوا النقطة بحيث يصير التوازن. هذه النقطة نسميوها المرجح، وفصلنا فيها مليح في السنة الثانية، ولكن أي شيء نحتاجه راح نذكروا به. صح، باش يكون المرجح موجود لازم مجموع المعاملات هذه لا يساوي صفر. مثلا مجموع المعاملات هنا راه لا يساوي صفر. صح، لاحقة المرجح أمر بسيط جدا، زاد جي واش يساوي؟ يساوي لاحقة النقطة الأولى مضروبة في معاملها زائد لاحقة النقطة الثانية مضروبة في معاملها بيتا زائد لاحقة النقطة الثالثة مضروبة في معاملها على مجموع المعاملات. يعني قاعدة برك لازم تكون تعرفها. كيما هنا لو كان نحتاج لاحقة المرجح راح نقولوا هي لاحقة النقطة A مضروبة في معاملها يعني 2 زائد لاحقة النقطة B مضروبة في معاملها يعني 3 لاحقة C مضروبة في معاملها ناقص 2 على مجموع المعاملات. 2 زائد 3 ناقص 2، 2 ناقص 2 يروحوا مع بعضهم يبقى لنا 3 هو مجموع المعامل. دروك أعداد مركبة أخدم عادي، زاد A راح تضربه في 2، زاد A تضرب في 2 إذا يولي 4 زائد 6 إي، زاد بي راح يتضرب في 3 إذا راح يولي 15 ضربنا في 3 15 ناقص 12 إي، وزاد سي في واش راح يتضرب؟ راح يتضرب في ناقص 2 إذا تضرب في ناقص 2 إذا تصبح زائد 2 زائد 4 إي على 3. الآن واش نديروا؟ نجمعوا فقط الأجزاء الحقيقية مع بعضها والأجزاء التخيلية مع بعضها. الأجزاء الحقيقية عندنا 4 و5 نتيجة 19، عفوا 4 و15 نتيجة 19، وعندنا 2 نتيجة إذا 21. صح، بالنسبة للأجزاء التخيلية عندنا 6 و4 يعني 10 إي ناقص 12 إي إذا ناقص 2 إي. إذا حبينا نكتبوه على الكتابة الجبرية نفصلوا برك 21 على 3 النتيجة 7 ناقص 2 على 3 إي. يعني المرجح في هذه الحالة هو نقطة فاصلتها 7 ترتيبتها ناقص 2 على 3. إذا هذا فقط الشيء اللي لازم نعرفوه. الآن بقات لنا فكرة واحدة اللي هي لاحقة إي منتصف القطعة المستقيمة AB. يعني عندنا مثلا في هذه الحالة نقطة A قلنا تمثلها إحداثياتها 2 3 ونقطة B 5 ناقص 4. ما هي إحداثيات المنتصف القطعة المستقيمة هذه؟ إذا لاحقة مثلا سميناه إي هو منتصف القطعة المستقيمة AB. هنا ديما القاعدة تقول لنا فاصلة النقطة الأولى لاحقة النقطة الأولى A زائد لاحقة النقطة الثانية B على 2 باختصار شديد. إذا لاحقة A زائد لاحقة B وقسمهم على 2، هذه القاعدة بالنسبة للمنتصف. إذا هنا واش راح نديروا؟ راح نقولوا مثلا إذا كان اعتبرنا أن النقطة E هي منتصف ماذا؟ نقولوا مثلا القطعة المستقيمة BC. راح نقولوا أن هنا هنا خطأ بسيط، هذه نقطة E ما تقدرش تساوي عدد مركب، نقولوا زد E يعني لاحقة E. ثم هنا نقولوا لاحقة المنتصف E وش يساوي؟ قلنا دائما لاحقة النقطة الأولى زائد لاحقة النقطة الثانية على 2. هنا فقط جمعها مقسم على 2 تلقى لاحقة المنتصف. إذا زاد بي وش هي زاد بي؟ هي 5 ناقص 4 إي، وراح نزيد لها زاد سي. زاد سي وش هي؟ هي ناقص 1 ناقص 2 إي ونقسموها على 2. إذا 5 ناقص 1 النتيجة 4. إذا عندنا 5 ناقص 1 نتيجة 4. عندنا ناقص 4 إي ناقص 2 إي إذا النتيجة ناقص 6 إي مقسومة على 2. 4 على 2 ناقص 6 على 2 ناقص 3 إي. يعني هنا إحداثية المنتصف مثلا في هذه الحالة هي الفاصلة 2 والترتيبة ناقص 3. إذا هذا هو الدرس الثالث في وحدة الأعداد المركبة اللي هو لاحقة شعاع ولاحقة مرجح. شفنا
كل ما يتعلق بهذا الدرس من الناحية النظرية أقول فهمناه جيدا. فقط 3 أمور لازم تكون تعرفهم. السؤال اللي تطرحوا فيه الآن في واش نديروا بهم هذه الأمور، راح نحتاجوهم في الدروس القادمة ونحتاجوهم في التمارين الشاملة بكثرة. المهم لما نلحق نحتاج لاحقة شعاع لازم نكون جميعا نعرفوا هذه الفكرة، لاحقة مرجح لازم نكون جميعا نعرفوا هذه الفكرة، لاحقة منتصف قطعة لازم نكون جميعا نعرفوا هذه الفكرة. إذا هذا هو الفيديو الأول في وحدة الأعداد المركبة. وش شفنا فيه؟ شفنا فيه 3 دروس في هذه الوحدة اللي هي تعريف الأعداد المركبة والعمليات عليها، مرافق العدد المركب تفسيره الهندسي و خواصه، وشفنا أيضا لاحقة شعاع ولاحقة مرجح. هذا الفيديو فيه أساسيات الوحدة، أمور بسيطة جدا في غاية البساطة، ولكن هي كل شيء من بعد راح نبنيه عليها. إذا لازم تركز معه جيدا وتفهمه بشكل جيد وتلخصه وتكتب كل شيء اللي كتبناه. إذا نتمنى أنكم استفدتوا منه. إذا كان فعلا استفدتوا منه اتركونا في التعليقات. إذا كان عجبتكم الطريقة هذه تاع باش نجمعوا مجموعة من الفيديوهات، مجموعة من الدروس نديرهم فيديو واحد باش نربحوا شوية وقت، اتركوا لي في التعليقات. ما تنساوش شاركوا هذا المحتوى. أي إنسان خايف من وحدة الأعداد المركبة شاركوا مع هذا المحتوى، قولوا له يجي يقرأ معنا هذه الوحدة وبإذن الله راح يتمكن منها. إذا نتمنى أنكم استفدتوا فعلا. نتلاقاو إن شاء الله فرصة أخرى. بالتوفيق. سلام عليكم.